وداعا للمطاعم. أرخص السوشي بطريقة منزلية وبإمكانيات بسيطة ومقادير بأقل تكلفة. غادي نحضروا اليوم وصفة مميزة وخاصة للمبتدئين، سوشي اقتصادي منزلي بطريقة جد سهلة. غادي نحتاجو في هاد الوصفة هاد المقادير التالية: ورق النوري كيتباع في المحلات التجارية. غادي كذلك نستعملو الرز عادي اللي رز من صنع مغربي، هاد النوعية غالا، الرز تيكون الحبة ديالو صغيرة. هادو السوريمي يمكن لكم تستعملوا مكونات اخرى بحال لافوكا، بحال سمك السلمون. انا هنا درت لكم مكونات باقل تكلفه. صوص سوجه ثقيله وصوص سوجه خفيفه. كناخذوا الرز ديالنا، ناخذ واحد الاناء فاش غادي نصيبوه، ناخذ القدر الكافي اللي بغينا حنا على حساب الافراد، نوضعوه في الاناء اللي كنديروه فوق البوطه، كنكبوا عليه الماء يكون بارد عادي من الروبيني. من بعد ما كنغسلوه هكا، كنجي نغسلوه مزيان، كنوضعوا الرز ديالنا وكنحاولوا نوضعوا القياس ديال اليد ديالنا، الماء ما يكونش فوق يدينا، تيكون الماء حدو حد الرز. ناخذوا واحد الاناء اخر باش نصيبوا الخل باش غادي نسقيو هذاك الرز من بعد ما كيطيب. كنديروا زلافه ديال الماء وزلافه ديال الخل، وسنيده كنديروا 2 ديال المعالق كبارين. الرز ديالنا من بعد ما وضعناه فوق البوطه كيطيب، كنبقاو مره نطلعوا عليه هكا، والخل ديالنا كنوضعوه كذلك فوق النار حتى تيذوب داك السكر، وما تنساوش واحد القبصه ديال الملح في الخل. من بعد ما كيغلى لينا وكتذوب بهداك السكر وكتذوب الملحه كنحيدوه، وكذلك السكر الرز ديالنا كينشف تيجي بحال هكا، وكنقلبوه باليد ديالنا كنلقاو دوك الحبات انها طاب ديال الرز. كناخذوا واحد الاناء او بلاطو هكا وكنسرحوه فيه باش يبرد. من بعد ما كيبرد لينا كنسقيوه بداك الخل اللي طيبنا ونحركوه حتى تيدخل داك الخل في جميع حبات الرز، وكنوضعوه بالجانب ديالنا هكا في المطبخ باش يبرد كاملا. هنايا المكونات اللي غنحضر بهم هاد السوشي: هنا خديت الجزر قشرته وقطعته على شكل طولي، كذلك الخيار والسوريمي ديالنا. هنا في واحد الطبسيل كناخذ واحد 3 ديال الفرماجات يكونوا مثلثين او مربعين، كنضيف لهم واحد الملعقه ديال الهريسه اختياريه وكنمعسهم جيدا حتى تمتزج فيهم هذيك الهريسه. هنا كناخذ هاد الحصيره ديال السوشي هكا، انا كنغلفها بالبابي فيلم، وكناخذ دوك الوريقات ديال النوري هكا كنقسمهم باش كل ورقه كتعطينا واحد الرولو ديال السوشي. كنوضعها على ديك الحصيره بهذا الشكل، وكندير دائما اليد ديالي في الماء وكنديرها في الرز باش هكا ما كتلصقش، اللي ما كيلصقش الرز في اليد ديالي. وغادي نوضعوا على داك الورق ديال السوريمي، عفوا ديال النوري، وكنبقى نبسط الرز ديالي هكا، ما نديرش طبقه تكون غليظه، كنحاول ان يجي الرز ديالي حبه حبه هكا، ونغطيو جميع هذيك الورقه من الجوانب حتى تنكمل جميع هذيك الورقه نغطيها. كنخلي واحد البليصه منين كيلصق ليا تلصق الورقه، كنبقى نوضع الرز ديالي حبات حبات بهذا الشكل. غادي نحاول انني ندهن بداك الفرماج اللي خلطته مع الهريسه. كما تلاحظوا تابعوا غير الخطوات ديال الفيديو، الطريقه جد سهله وكذلك المكونات بسيطه، وغادي نحضروا هذه الوصفه بطريقه سهله في المنازل ديالنا وبواحد الكميه اللي كثيره وبمقادير بسيطه وقليله. كنوضعوا الخيار ديالنا وكذلك بالجانب ديالو الجزر وكذلك السوريمي بهذا الشكل هذا، وحده حدا وحده، ماشي وحده فوق وحده. غادي نحاول انني نجمع هكا ونضغط بالاصبع ديالي ونجر ديك الحصيره. لاحظوا غير الطريقه راه غادي تفهموا هكا، ونبقى نضغط عليها كنحصلوا على هذا الشكل كما كتلاحظوا. ولا شتها انها ما تصايباتش من شي جانب ولا شي حاجه، نعاود نردها ونغطي عليها بديك الحصيره ونجمع. غادي نعاودو معكم وحده اخرى. كما لاحظتوا كنخليو واحد تقريبا قياس ديال الاصبع في هذيك الورقه باش هكا تلتصق لينا. نفس الطريقه ديال الاولى كندهنوا دائما فوق الرز بهذيك بداك الفرماج اللي درنا مع الهريسه،
وكنوضعوا الجزر ديالنا، الخيار وكذلك السوريمي. هنا يمكن لكم ديروا لافوكا، ديروا كذلك سمك السلمون او الثوم. الحشوه راه كتبقى اختياريه، اللي بغيتو انكم تضيفوه راه كتضيفوه. انا حاولت انني ندير مقادير بسيطه وغير مكلفه. كما كتلاحظوا راه كنطوي وكنجرو هكا وكنضغط جيدا. ما تخافوش انكم زعما تخسر لكم ولا شي حاجه. كندهن هذيك الحافه اللي خليت هكا بالماء باش نعاود ندور حتى تلصق ليا الورقه على الورقه هكا. وجري كتجري وكتضغطي بهذا الشكل هذا. هاد المقادير راه كيعطي واحد الكميه اللي هي وفيره ما شاء الله. هنا غادي نديروا واحد الشكل اخر. كما كتلاحظوا اننا غادي نديروا الرز هو اللي غيبان من على برا، ماشي غادي يبان لينا هذاك ورق النوري من الفوق. كنوضعوا الورق ديالنا وكنبسطوا عليه الرز وكنقلبوه كنردوا الوجه ديالو الرز هو لتحت، وكندهنوا الورق النوري هو اللي كندهنوه بالفرماج، وكنحاولوا نضعوا الحشوه على ورق النوري. الا طبقتوا غير الطريقه وشفتوا الفيديو مزيان راه غتفهموا وغتجي الطريقه بسيطه جدا. كنوضعوا كذلك الخيار ديالنا والسوريمي والجزر وكنطويو ونجروا بهذه الطريقه هذه. بحال هكا كتجي عندنا هذا الشكل هذا. تيكون الرز تيكون خارجي بهذا الشكل هذا. هنا كنزينوا هذا الشكل بجلجلان. كيف يمكن لكم تزينوه بحبه البركه او تخليوه هكاك، لكم الاختيار. السوشي ديالنا من بعد ما تيجي بهذا الشكل هذا راه كنبقاو نقطعوه، ولكن الموس يكون ماضي ونبقاو نديرو فيه الماء هكا باش ما يلصقش لينا الرز فيه، ونقطعوه بهذا الشكل هذا. غادي نقطعوا الشكل الاخر اللي زيناه بجنجلان. كما قلت لكم يمكن لكم تزينوا بجنجلان او تخليوه بدون تزيين او تزينوا بحبه البركه. التزيين دائما تيبقى اختياري وعلى حساب الرغبه ديالكم. من بعد ما قطعنا السوشي ديالنا كنستفوه في واحد البسيط بهذا الشكل هذا. لاصوص كندير صوص ديال الصوجه اللي ثقيله مع صوص السوجه ثقيله خفيفه عفوا، وكنحرك جيدا وكنحطها مرافقه للسوشي ديالي اللي بغى انه يدوز بها كي ياخذها. هنا كنتمنى انكم الى جربتوا هذه الوصفه تخليوا الراي ديالكم في التعاليق، واللي صادف القناه ديالي لاول مره ما ينساش الاشتراك فيها باش هكا يتوصل بكل ما هو جديد، وما تنساوش جيم للفيديو باش هكا تعمل فائده. ومرحبا بارائكم واقتراحاتكم في التعليقات، ونتلاقاو في وصفه جديده وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.